سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، المستهل بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد. وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. السلام عليكم ورحمة الله. دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المنفذة والمجتمع بهدف تطوير البرامج التنموية بصورة عامة، وخاصة مشاريع البنية التحتية والزراعة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المراجعة النصف السنوية لأعمال إدارة الإقليم الجنوبي التي عقدت يومي 4 و5 من أغسطس في مدينة مندفرة. وكد الوزير عبد الله على أهمية رفع مستوى تنظيم ووعي المجتمع للمشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التنمية، مشددا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة وخاصة الإدارات المحلية بدورها بجدية ومسؤولية. وأشار إلى أن نجاح تنفيذ الخطط التنموية يعتمد على المتابعة والرقابة المستمرة، داعيا جميع الجهات إلى القيام بواجباتها كل حسب مجال اختصاصه ومسؤوليته. وفي التقارير التي قدمها مسؤولو الأقسام ومديرو المديريات، أوضحوا أن النصف الأول من العام شهد تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها مشاريع صيانة آبار المياه وإصلاح الطرق الترابية وتوسيع شبكات الكهرباء ودعم أسر الشهداء، إضافة إلى استكمال إنشاء أنظمة إمداد بالمياه في 7 قرى. كما أظهرت التقارير أن الأمطار الموسمية كانت ضعيفة وغير منتظمة بشكل عام، فيما تم إعداد وتوزيع 2.2 مليون شتلة على المزارعين عبر 13 مركزا، إلى جانب تحقيق نتائج مشجعة في الجهود الرامية إلى زيادة إنتاج العسل والبيض. من جانبه أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفازيان أن أعمال الحفاظ على المياه والتربة تتواصل بصورة جيدة في المناطق الشرقية الجبلية. وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أن برامج النصف الثاني من العام تشمل بناء سدود صغيرة وتأهيل آبار المياه وتوسيع خدمات إمدادات المياه وإنشاء مؤسسات للتعليم التمهيدي، إلى جانب تطوير الأنشطة الزراعية. عقدت وزارة العدل يومي 3 و4 من أغسطس الجاري في العاصمة أسمر اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. وأكدت وزيرة العدل فوزية هاشم في كلماتها خلال افتتاح الاجتماع أن ترسيخ السيادة المجتمعية يمثل ركنا أساسيا في برامج الوزارة، موضحة أن هذا المفهوم ليس جديدا على المجتمع الإريتري، بل يستند إلى قيم المجتمع وتاريخه، كما كان أحد المرتكزات التي استندت إليها مسيرة الكفاح الوطني. وأشارت الوزيرة إلى أن النظام القانوني القائم على المجتمع يعكس تاريخ وثقافة وهوية الشعب الإريتري، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم التنمية الشاملة، إلى جانب ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات العدالة. وأضافت أن النظام القانوني المجتمعي الذي يبدأ من الأسرة ويرتكز على خدمة المجتمع لا يقتصر دوره على تسوية النزاعات، بل يؤدي دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار والوئام الاجتماعي، موضحة أن وزارة العدل واصلت العمل على تطوير هذا النهج، وأن خطتها المستقبلية ترتكز بصورة أساسية على تعزيز هذا المسار. وشهد الاجتماع تقديم تقارير حول أداء المحاكم والنيابة العامة، إلى جانب استعراض الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة وبرامج تطوير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا. كما ناقش المشاركون ضمن مجموعات عمل عددا من القضايا المتعلقة ببناء نظام عدلي قائم على المجتمع وتطوير التشريعات وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية ونشر الوعي القانوني.
وفي ختام الاجتماع وضحت وزيرة العدل أن نتائج تقييم برامج المشاركة الشعبية المنفذة على مستوى إدارات الضواحي ستشكل أساسا للإعلان الرسمي عن تنظيم جديد ينسجم مع تاريخ المجتمع الإريتري وقيمه ومتطلبات المرحلة الراهنة. وأكدت الوزيرة كذلك أن الوزارة ستواصل تحديث التشريعات بما يتلائم مع المتغيرات ويخدم الأهداف الوطنية، إلى جانب الاستثمار في بناء كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة القانونية والخبرة المهنية والأخلاقيات الوظيفية، داعية جميع العاملين إلى مواصلة تطوير قدراتهم والإسهام الفاعل في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها. أقيم مهرجان الإريتريين المقيمين في غرب كندا تحت شعار صمودنا ضماننا يومي الأول والثاني من أغسطس الجاري في مدينة إدمونتون الكندية. وشهد المهرجان حضورا من مدن إدمونتون وكالغاري وساسكاتون ووينيبيغ وفانكوفر وبروكس وريجيانا وتورونتو، إضافة إلى مدن كندية أخرى، حيث تضمن برنامجا حافلا بالفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية، إلى جانب عروض لفرقة الورود الحمر في أجواء وطنية مميزة. وفي كلمة ألقاها رئيس لجنة الاحتفالات الوطنية السيد عقباي تسفاس سلاسة، أوضح أن مهرجان الإريتريين في غرب كندا يمتد تاريخه إلى نحو 40 عاما، مؤكدا أن هذا التجمع الوطني الذي انطلق بروح الانتماء وحب الوطن أصبح إرثا وطنيا يجمع الإريتريين ويعزز روابطهم أينما وجدوا. كما شهد المهرجان تنظيم ندوة تناولت المستجدات على الساحة الوطنية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، قدمها ضيف الشرف السيد إلياس أماري. عقد فرع وزارة التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عصب في 4 أغسطس ورشة عمل حول أهمية توسيع خدمات التعليم التمهيدي في الإقليم. وفي كلمته خلال ورشة العمل التي حضرها مدراء المديريات والشركاء، قال مسؤول الفرع الأستاذ فسحية كيداني أن توسيع خدمات التعليم التمهيدي ستلعب دورا رئيسيا في ضمان جودة التعليم ومعالجة نقاط الضعف في الامتحانات الوطنية، وحثهم على إلحاق الأطفال في عمر 4 و5 برياض الأطفال. وكذا مسؤول وحدة رياض الأطفال في الفرع السيد هيلا ماتيوس بأنه من المقرر افتتاح 45 مؤسسة تعليمية جديدة لرياض الأطفال خلال العام الدراسي 2026-2027 لتوفير فرص تعليمية للأطفال في المناطق النائية من الإقليم. وحث المشاركون من جانبهم الحكومة على إيجاد حلول لتأخير بدء الدراسة ومواصلة الجهود المبذولة العام الماضي وتحسين خدمات النقل لضمان إجراء عمليات المتابعة والرصد بانتظام ومعالجة نقص المعلمين. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إن جهود الحكومة لتوسيع مؤسسات التعليم التمهيدي في المناطق الريفية النائية أمر بالغ الأهمية لإنجاح جهود الحكومة لضمان حصول الأطفال على الفرص التعليمية في السن المناسبة. قام موظفو الخدمة المدنية في مديرية مندفرة في 4 أغسطس بتنظيم حملة طوعية للتبرع بالدم أسفرت عن جمع 87 وحدة دم دعما لمخزون بنك الدم الوطني. أوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام إن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للبنك الذي ينظم حملتين للتبرع بالدم سنويا في المديرية، مشيرا إلى أن حملة هذا العام تميزت بحسن التنظيم والإقبال مقارنة بالسنوات الماضية. من جانبها دعت رئيسة جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في مديرية مندفر السيدة إلسا هبتزين أفراد المجتمع لا سيما الشباب إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني النبيل لما له من دور كبير في إنقاذ الأرواح وتوفير الدم للمحتاجين. وكذا عدد من المتبرعين استعدادهم لمواصلة التبرع بانتظام، مشيرين إلى أن الدم لا يمكن تعويضه إلا من خلال التبرع الطوعي، وأن هذه المبادرة تمثل مساهمة مباشرة في إنقاذ حياة الآخرين. يذكر أن موظفي الخدمة المدنية في مديرية مندفرة كانوا قد تبرعوا أيضا خلال شهر يناير الماضي ب61 وحدة من الدم. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية.
أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها تبلغت من الحكومة البرازيلية بأن برازيليا طلبت مغادرة السفير الأرجنتيني البلاد، وبأنها ستخفض تمثيلها الدبلوماسي في بيونس آيرس إلى مستوى القائم بالأعمال. يأتي ذلك على خلفية الإهانات المتكررة التي وجهها الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف خافير ميلي لنظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والتي أدت الأسبوع الماضي إلى استدعاء السفير البرازيلي في برازيليا للتشاور. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تتخذ فيها إحدى الدولتين الجارتين مثل هذه الخطوة تجاه الأخرى. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية لوكالة أسوشيتد بريس إن ميلي وصف لولا باللص 3 مرات، كما استخدم تعبيرا مماثلا خلال مؤتمر حزب السيناتور فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق الذي سيكون منافسا للولا في انتخابات أكتوبر. ولم يعلق الرئيس البرازيلي على تصريحات ميلي، بينما تشهد العلاقة بين الزعيمين توترا منذ تولي الرئيس الأرجنتيني لمنصبه. أودى فيروس إيبولا بحياة أكثر من 1700 شخص في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في أسرع موجات تفشي المرض وفق أحدث البيانات الرسمية. وسجلت السلطات 3802 إصابة، بينها 1707 وفيات بحسب آخر تحديث حكومي. وقال المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها خلال زيارته الثانية إلى مدينة بونيا القريبة من بؤرة التفشي إنه لم يتضح بعد متى يبلغ الوباء ذروته، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد بريس. وأعلن رسميا عن تفشي الوباء في 15 من مايو، وربط بسلالة بونديبوغيو التي لا تتوافر لمواجهتها حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة. غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن اختبارات العلاجات التجريبية والأدوية الوقائية واللقاحات المخصصة لسلالة بونديبوغيو تتقدم بوتيرة سريعة، مشيرة إلى أن نتائج الدراسات ما قبل السريرية تبدو واعدة. لوحت كوريا الشمالية بالنظر في اتخاذ خيارات عسكرية إضافية ردا على ما وصفته بطموحات اليابان للتحول مجددا إلى دولة مجرمة حرب، متهمة الولايات المتحدة بدعم إعادة تسلح طوكيو وتعزيز قدراتها العسكرية. وجاء التحذير في بيان أصدرته كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث اعتبرت أن التحركات العسكرية اليابانية الأخيرة بما في ذلك اختبار إطلاق صواريخ توماهوك طويلة المدى والمشاركة في مناورات عسكرية تقودها الولايات المتحدة في الفلبين تعكس توجها متسارعا نحو التوسع العسكري بحسب وكالة يونهاب للأنباء. وقالت كيم إن اليابان وهي دولة مجرمة حرب تسرع تحولها إلى دولة حربية مستغلة تصاعد الصراعات الجيوسياسية والمواجهات بين المعسكرات على الساحة الدولية على حد تعبيرها. أطلقت سلطات غواتيمالا الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت الوكالة الوطنية لتنسيق جهود مكافحة الكوارث كونريد إن هذا الإنذار يشمل 3 مقاطعات. وكانت السلطات قد أصدرت إنذارا بالخطر وأمرت بإجلاء مئات الأشخاص بعد فويغو الذي يعد أنشط براكين أمريكا الوسطى. وحذر مسؤولون من أن التدفقات البركانية قد تمتد إلى مسافات أبعد إذا اشتد النشاط البركاني. ختاما سيداتي وسادتي، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الحكومات المحلية يدعو إلى تعزيز التنسيق لإنجاح البرامج التنموية. وزارة العدل تعقد اجتماعها السنوي لتقييم الأداء ومناقشة خطة العمل المستقبلية. ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي. البرازيل تطلب مغادرة السفير الأرجنتيني للبلاد.
وفاة أكثر من 1700 شخص في أسرع موجات تفشي إيبولا بالكونغو. كيم يو جونغ تهدد بخيارات عسكرية ردا على طموحات اليابان. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.